بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتقدير والاعتزاز إلى شعبنا اليمني الصامد والصابر إزاء العدوان الغاشم البربري الذي دمر الشجر والحجر منذ 11 شهرا، وشعبنا اليمني الصابر أمام عدوان غاشم ل14 دولة بما تملك من التكنولوجيا والإمكانيات والمال الذي اشترت ضمائرهم السعودية للعدوان على اليمن. اليمن لا يشكل خطرا على جيرانه بما فيها المملكة العربية السعودية، وإنما هذا عدوان سافر بحجة خلاف مذهبي مع أنصار الله الحوثيين، ويتهمون اليمن بالتحالف مع إيران، وهذا غير صحيح. لا يوجد أي تحالف مع إيران. إيران تدعم اليمن إعلاميا عن طريق بعض القنوات التابعة لها، لا مال ولا سلاح يتدفق إلى اليمن، كما ذكر هادي في مؤتمره الصحفي في تركيا أنه زغر سفينة، لا زغر لا سفينة ولا سلاح ولا ذخائر. نتمنى أن إيران تقدم الدعم السياسي والمالي والاجتماعي والثقافي للشعب اليمني كونه متهم، ولكن هذا غير صحيح. نحن صامتون لمدة 11 شهرا، وسنصمت 11 سنة، مثل ما صمتنا من 62 إلى سنة 70 أمام الهجمة الرجعية المتخلفة للنظام السعودي. صمتنا وهزمناهم عندما وصلوا إلى جبال النهدين، جبال النهدين الذي تطل على دار الرئاسة في سنة 67. من المعتدي؟ نحن لن نكون معتدين على النظام السعودي أو على الأراضي السعودية، لا بطائراتنا ولا بجيشنا ولا بشعبنا ولا بثقافتنا ولا بسياستنا. هم المعتدون. اعتدوا علينا في عام 32 حتى اتفاقية 34 في الطائف، هذا اعتداء سعودي. وصلوا بجيوشهم إلى الحديدة مسنودة من المملكة المتحدة البريطانية. 1. 2. اعتدوا على شعبنا في عام 94 وأرادوا تجزئة اليمن وفصل جنوبه عن شماله، وهزموا على أيدي أبناء شعبنا اليمني العظيم في جنوبه وشماله وجيشه وقواته المسلحة، وانهزموا. الآن يهاجمون كل المحافظات، لا بجيشهم على الإطلاق، ولكن بمرتزقة، وللأسف الشديد بمرتزقة من أشقائنا وبعض أصدقائنا يهاجمون مناطقنا ويريدوا احتلالها، ولكن هناك خيبة أمل. كل يوم تلحقهم الهزيمة، كل يوم تلحقهم الهزيمة. فين؟ في كرش، في باب المندب، في المخا، في ميدي، في حرض، في باقم، في رازح، في البقع، في نجران، في الجوف، في مارب، في كل مكان تلحقهم الهزائم.
ينهزمون يوما بعد يوم نتيجة الغطرسة التي يقوموا بها، ويعتقدوا أن مالهم وأموالهم ستوصلهم إلى الأهداف التي يريدونها. نحن نعرف ما هي الأهداف. الأهداف يريدون حربا أهلية داخلية بين الشعب اليمني، وأكبر دليل على ذلك لن يتقدم جنديا واحدا سعوديا عبارة عن يعني قوى أجنبية مثل هؤلاء بلاكوتر وغيرهم من السنغال، من السودان الشقيق، طائرات الأشقاء في مصر العروبة، مصر عبد الناصر صاحب المشروع القومي العربي وهو قائد الأمة العربية، طائرات الأشقة في الأردن، طائرات الأشقة في المغرب العربي، الدعم السياسي من رئيس منظمة التحرير الفلسطيني للأسف، الذي كنا العنصر الأساسي الداعم لفلسطين ولا زلنا للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي والاحتلال والاستيطان، ومع ذلك تحالف مع النظام السعودي. طيب، كلها أسئلة تطرح نفسها. هذه الأنظمة التي تحالفت ضد اليمن 14 دولة لا تستفيد شعوبها ولا بدينار واحد، هي التي تستفيد الأنظمة بهذه الأموال وتحول إلى أرصدتهم الخاصة في الخارج، ولا قطر عربي يستفيد منها. يا ريت كان يستفيد السودان الشقيق أو مصر العروبة أو الأردن الشقيق أو المغرب، يا ريت يستفيدوا. أما الإخوان في دول مجلس التعاون الخليجي فلا حول لهم ولا قوة، هما ينطوا تحت إطار مجلس التعاون الخليجي التي تقوده السعودية. قال واحد محلل كويتي إن السعودية هي قائدة الأمة العربية والإسلامية، ما نخالف، فلتكن قائدة الأمة العربية والإسلامية للسلم والسلام والاقتصاد والأمن والاستقرار، ما عندنا مشكلة، لا يوجد أي مشكلة بين اليمن وبين السعودية. هذا كله غلط. تحليل السعودية وربما هذه أجهزة استخبارات أجنبية تعبي النظام السعودي أن عدوكم والخطر عليكم يأتي من اليمن. ما أتاكم أي خطر من اليمن. عام 1932 حتى عام 1962 حتى عام 1994 حتى 2014 ما جاكم خطر. الخطر منه تعيشوا في وهم من اليمن. اليمن شقيق، واليمن أخوكم وصديقكم ومنكم وإليكم. لماذا هذه الغطرسة؟ طيب، أعلنا لكم أكثر من مرة فلنمد يد السلام للسلام ونسالم بعضاتنا البعض، ويسودنا الحوار بيننا وبينكم. حوار بيننا وبين عبد ربه ومنصور هادي، ما مش بيننا وبين. انتهت شرعية عبد ربه ومنصور هادي، هو انتخب رئيسا مؤقتا لمدة سنتين، انتهت. جاله تمديد من حوار موزمبيق لمدة سنة، انتهت. إذا أجزناها والله لا تجوز. وانهوا المبادرة الخليجية الذي سلمنا بها واحتكمنا إليها وموافقين على بنودها وآلية التنفيذية، لكن لن يتم شيء. فعبد ربه منصور لا شرعية له، وأعلن اليوم وبعد اليوم لا شرعية لهادي. أيها الشعب اليمني العظيم شماله وجنوبه، لا شرعية لعبد ربه منصور هادي. سأكون متحفظا، لا أستخدم ألفاظ نابئة، سأخاطبه باسم عبد ربه منصور هادي. لا شرعية لك، انتهيت.
ستكون رئيسا على اليمن بعد أن انتهت شرعيتك الذي أن تصبت فيها لمدة سنتين، وتريد أن تكون حاكم على دماء 25,000 شهيد وجريح، وتهديم المنازل والمساكن والمصانع والمدارس والمستشفيات والحدائق ودور العبادة. تريد أن تكون حاكم؟ يبدو أن عندك خلل فني في رأسك، خلل فني في رأسك وخلل فني في يدك وجيبك لاستلام المبالغ المالية. أنت عبارة عن شخص مستأجر. بالله عليك تحتفل ب11 فبراير الذي دمر الشجر والحجر، تحتفل هذا إنجاز؟ وتريد أن تكون حاكما؟ ألا تستحي؟ والذي لا يستحي يعمل ما يشتهي. انتهت شرعيتك تماما، وأعلنها مرة ومرتين ثالثة ورابعة: لا شرعية لك. الشرعية للشعب، الشرعية لصناديق الاقتراع، الشرعية لكل أبناء الوطن، تنظيمات سياسية وأحزاب وجماهير شعب ومنظمات المجتمع المدني. هذه هي الجماهير، هذا هي السلطة الشرعية الحقيقية. أنت لا شرعية لك. كف عن اليمن أداءك. إذا تريد أن تقول أن عندك شرعية من النظام السعودي ولا من مجلس الأمن، تعال ونحن نرحب بك. تعال على مطار صنعاء وجيب لك 3,000 حارس سعودي مدججين بالأسلحة، ونستضيفك في القصر الجمهوري وتكون حاكم، ونجلس على طاولة الحوار، وإذا لك حجة فليكون. أما أنك تريد أن تكون حاكم والطائرات على رؤوس أبناء الشعب اليمني أكثر من 27 مليون. إذا كنت تريد يا أشقة هنا في السعودية أن تجزئوا اليمن إلى أقاليم، إقليم شافعي وإقليم زيدي، إحنا زيود شوافع سنة، لا نؤمن بالمذهبية. نحن شعب مسلم نؤمن بالكتاب والسنة. إذا كنت تريد أقاليم فليكن إقليم عسير ونجران وجيزان، إقليم واحد. فليكن إقليم الحجاز 2، فليكن إقليم نجد 3. نحن مستعدين بعدكم نفعل 3 أقاليم 4. أقلموا السعودية، تأقلمونا إحنا لن نتأقلم. لو استمرت الحرب 11 عام لن نتأقلم. يفهمها القاصي والداني في الداخل والخارج. ما دام لدينا دم في أجفان عيوننا وفي أصابع أيدينا وفي أرجلنا وأيدينا لن نتأقلم. نعم أنا أعرف لن تدخلوا أرض اليمن ولا بجندي سعودي، ولكن أنتم تعتمدوا على مالكم وأسلحتكم تجيبوها للعناصر اليمنية. العناصر اليمنية الذي يسمونهم مرتزقة. أنا الآن أسحب كلامي، مش مرتزقة، منتفعي. وأدعو هؤلاء المنتفعين يأتوا إلى الحوار. تعالوا أنتم رفاقنا وأبناءنا وأخواننا، تعالوا نتحاور إحنا وأنتم إذا الأمر بأيديكم. لكن الأمر ما بأيديكم ولا بأيدي عبد ربه منصور هادي ولا بيد السعودي، بيد أمريكا وإسرائيل، ليس بأيديكم. أما إذا كان بأيديكم تعالوا. ولماذا ما نستخدم التكنولوجيا اليمنية العظيمة من 62 لسنة 70 ما بين الكر والفر؟ تعالوا الصباح لاحتلال المواقع تحت الغطاء الجوي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي السعودي التحالفي. تعالوا ونحن سننسحب إلى المغرب، وانسحبوا ونحن نستعيد المواقع، نستعيد المواقع. طيب خذوا الأسلحة، خذوا الذخائر، خذوا الفلوس، لا تسفكوا دماء إخوانكم ولا نسفك دماءكم.
دماء اليمنيين عزيزة وغالية. يا إخواننا في الجبهات التابعين للجيش وأنصار الله، أرفقوا بإخوانكم في كل المواجهات، أرفقوا بهم حتى لو أسرتم، خذوا أسلحتهم وخلهم يذهبوا يجيبوا أسلحة مرة ثانية، بس أسلحة نظيفة نستفيد منها. طيب، أنتم تعتقدوا أن عتادنا قد انتهى أو سينتهي؟ ما انتهى. لدينا مخزون ما يكفينا ل11 سنة. وعلي عبد الله الصالح رتب حاله من وقت مبكر للشعب اليمني، مش ضد السعودية، للدفاع عن بلده، عن كرامته، عن عزته. لدينا مخزون يكفينا لأن ندافع. وفي حالة الحاجة، في حالة الحاجة للعتاد، تقدموا إلى الأمام وأخذوا عتادكم وأسلحتكم من أعدائكم. تقدموا إلى الأمام، تقدموا إلى الأمام، لا توقفوا في أماكنكم لقصف الطيران الهمجي للإف 16 والإف 15 والأباتشي. تقدموا كما عودتوا أعداءكم في الماضي، في 62 إلى 70، في 94. تقدموا إلى الأمام. التحية لك أيها الشعب اليمني الصامد والعظيم أينما كنت في الداخل والخارج. تحية لطلابنا، تحية لبناتنا، تحية لنسائنا، تحية لكل الشرفاء في الشعب اليمني، تحية لأحزابنا حتى الذي وقفت مع الطرف الآخر، ندعوهم للحوار. تعالوا، لا تعتمدوا على المبالغ المالية التي تقدمت لكم سواء في الرياض أو في القاهرة أو في الأردن، لأولئك الذين حضروا مؤتمر الرياض والذي فروا من الحرب بمختلف توجهاتهم. تعالوا عودوا معانا وجلسوا معانا، وما يحصل يحصل. تعالوا، لا تخافوا. ما تريدوا مناصب وتريدوا وزارات ومؤسسات ومحافظات وقيادات وانتم هاربين فارين في الأردن، في مصر، في السعودية، في ماليزيا. هذه كلمة صغيرة. احتفلوا ب11 فبراير بتدمير المدرسة والمستشفى والحديقة. يا عيباه، يا عيباه، يا لوماه. احتفلوا ضد الطغاة. صحيح، كان علي عبد الله صار طاغية، احتفلوا ضده. كان دكتاتور، احتفلوا ضده. خلاف حصل بيننا وبين الحوثيين، ما هو مشكلة، هذا نتركها للتاريخ. هل احنا السبب أم الحوثي كان سبب؟ نتركها للتاريخ. أما الآن نحن في اصطفاف واحد وفي خندق واحد، احنا والحوثيين ضد العدوان. ونحيي المقاتلين من أنصار الله الذي يقفوا إلى جانب الجيش وإلى جانب الشعب لمواجهة العدوان. نحييهم ونحيي صبرهم وصمودهم مهما جاءت منهم من هفوات، من البعض منهم، من البعض من المتحوثين وليس الحوثيين، وندعوهم إلى معالجة الأخطاء. تحية مرة أخرى باختصار شديد مناسبة 11 فبراير الذي خرج فيها الجماهير لتنقض على الثورة وتنقض على المنجزات وتنقض على المدارس والمستشفيات والمساجد. هذه هي التحية مني لكم، لأن أنتم تحتفلوا بتدمير مكاسب الشعب اليمني، مكاسب ثورة 26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر. تحية لكم أيها المنتفضون في ساحة الجامعة، تحية لكم أيها المنتفضون. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.